والله انا وجهة نظر الشخصيه اللي عمل التقرير ده المفروض يترفد من القناه اصلا بصراحه شديده يعني انا عندي طفله عمرها 10 سنوات او 9 سنوات حافظه القران الكريم كله. ده انجاز. جاي دلوقتي تجيبها لي صح؟ لا يا فندم انا مش هرضى بكده، بعد اذنك اللي عمل التقرير ده لازم يتحاسب. انتوا ده بقى الاعلام الفاسد اللي احنا بنتكلم عليه، بمعنى انك حاله زي دي ما تعملش عليها سبوت وتعرض للعالم كله. لو الالماني ولا الليمبي ولا مش عارف ولا اسمه ايه عبده موته هتركز عليه، لكن طفله حافظه القران الكريم كله وانت يا فندم كتقرير يا اللي عامل التقرير انت ما تركزش على طفله. انا قلت لازم انوه ده على الهوا. ما ينفعش هذه الطفله يتعمل لها تقرير خاص ويعرض على الشاشه. شكرا. حاجه تضايق جدا يا جماعه، يعني لما يكون عندي انجاز انا سعيد بيها جدا، يعني ما شاء الله عليها ربنا يكرمها، ده نموذج مشرف انا بفتخر بيه على المستوى الشخصي. ما شاء الله 9 سنين وحافظه كتاب الله كله وهي كفيفه. لا دي حاجه لابد ان احنا نديها حقها وندي اسرتها حقها. اللي اتعرض ده لا خالص، انا شايف ان التقرير ما خدش حقه، وشايف ان هذه الطفله ما خدتش حقها اعلاميا. لازم تاخد حقها اعلاميا مره تانية، وباكد ده. لازم نكرم اسرتها، لازم نكرم والديها، امها وابوها لازم يتكرموا ان هم خرجوا هذا النموذج المشرف وهذه الطفله بهذا الاداء ما شاء الله عليها، وحفظوها كتاب الله كله ما شاء الله. في تاني تكريم حافظة قرآن كريم في قرية سفينة، مسجد الضرب، صح؟ موجود؟ ما بتردوش. موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب اوكي. قرية سفينة الحقيقة من القرى ايضا اللي بتهتم بهذا الملف. بصوا يا جماعة انا عاوز اقول لحضراتكم حاجة. حفظت كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لازم خلال الفترة اللي تيجي مرة تانية الجميع يهتم بده. كنا زمان بنقول عليه كتاب صح؟ دلوقتي بنقول عليه مركز تحفيظ قرآن كريم. المراكز دي لازم تزيد في القرى. صدقوني، عاوز تعلم ابنك اللغة العربية وعاوز ابنك يتفوق دراسيا، علمه القرآن الكريم. احنا اتعلمنا الإذاعة وتعلمنا اللغة العربية اقسم بالله من القرآن الكريم. انا قعدت اروح للكتاب، كانوا بيقولوا عليه كتاب بقى مش مركز تحفيظ، وانا بعشق كلمة كتاب يعني الحقيقة، لحد اولى جامعة، لحد ما دخلت الجامعة. القرآن الكريم هو اساس التفوق. ركز دروس الخصوصيه، لا حفظ ولادك مفيش مشكله، لكن ابدا بالقران الكريم لابنائك واولادك. صدقني يعني اسعد شيء في الدنيا بالنسبه لكم كاسر ان ابنائكم يطلعوا حافظين كتاب الله سبحانه وتعالى. ده يعني القران الكريم بيعلم حاجات كتيره جدا، بيعلم حاجات كتيره قوي. لازم نهتم بده يا جماعه، احنا افتقدنا ده صدقوني. انا ليه بركز في هذا البرنامج دايما؟ انا اي حد بيبعت لي حفل تكريم فيه حفظة قرآن كريم والله بروح لو ورايا ايه، ولازم اعرضهم في القنوات ولازم اعرضهم في الاعلام. تشوف مسجد درب، وانا بشكر اهالي السفينه، اهالي قريه السيف